مساء الخير يا جماعة. لايف سريع، بقالي كتير قوي ما طلعتش لايفات. الواحد كان مشغول في الشغل وفي كذا حاجة، وفي حاجات كده ايه بيبقى يعني خلاص. كلنا قلنا الهري وكلنا طلعنا ترند وانا الحمد لله الواحد ما بيعملش فيديوهات عشان فيوز، فبلاقي اللي هو خلاص ما، لا اما هطلع اهري نفس الهري لا اما هطلع اقول نفس الكلام اللي بيتقال. فبلاقي ان مفيش اسباب ان كان الواحد يطلع، لكن هما في موضوعين عايز اتكلم فيهم بسرعة. طبعا انتقال محمد شريف لسه حصل من شوية، وحاجة عايز اتكلم فيها على تصريحات وليد فراج السعودي. طبعا ايه، انا بستنى طبعا كل الهري وكل اتكلمنا عن الوطنيه ورفعنا الشعارات بتاعت لا لحد هنا الاهلي والزمالك اخوات وما تتكلمش على الاهلي والزمالك، والزملكاويه بقوا بينزلوا صور بتاعت الاهلي لما كسب الهلال 4، والاهلاويه عشان احنا كيوت وجمال فنزلنا صور الزمالك لما كسب الهلال. فبعد ما خلصنا كل كلام الوحده الوطنيه الجميل ده، انا بس عايز اسال سؤال: انت ايه اللي انت شايف ان الراجل قاله غلط؟ سيبك من طريقته وسيبك من العجرفه بتاعت الخلايجه، انا هنا ما بتكلمش على الطريقه، بس انا بتكلم انت شايف ايه اللي الراجل بيقوله غلط. هسألك سؤال: انت لما بعد ماتش الزمالك والنصر ايه اللي حصل؟ ما انا عندي مشكله ان انت بتهزق نفسك وتقعد تطبل وتتمحلس للخلايجه صراحه كده سكه ودغري، وبعد كده تيجي تتضايق. انت الاعلام المصري كله وقناه الزمالك وسوشيال ميديا الزمالك ولاعيبه الزمالك بعد ماتش النصر عملوا ايه؟ اداء مشرف، الزمالك شرفنا، شكرا ليكوا يا رجاله. وفي الاهلاويه الكيوت اللي هو بيحط لك في الاخر هاشتاج اهلاوي، على فكره دخل قال مع اني اهلاوي لكن شرفتونا. يعني انت طالع تالت مجموعه، اشرفك في ايه؟ ان بطوله عربيه وبطوله وديه، وانت شفت ان في فرق كتير راحه بتتدلع وبتتمرقع، وشفت الماتشات اللي في الاول كريستيانو بيلعب على واقف، يعني شوف بقى في الادوار المتقدمه كان بيلعب ازاي. سيبك من كل الفنيات دي، انت طالع تالت المجموعه وخارج من دور المجموعات. حط نفسك مكان الراجل ده، هو شايف الاعلام بتاعك بيحتفل بيك، بلدك بتحتفل بيك، لعيبه الزمالك طالعه مرضيه، جمهور الزمالك بيحتفل بيهم، قناه الزمالك بيحتفل بيهم، عشان ما اتغلبتش من الفريق بتاع بلده. انت عايزه يحترمك ازاي؟ يعني انت متضايق من ايه؟ يعني هو قاعد بيتفرج عليك وانت بتتكلم على ان مكاسب البطوله دي ان شيكابالا خد تيشيرت رونالدو. انت بص لها رونالدو على عيني وعلى راسي رونالدو، بس في الاول وفي الاخر ده لعيب في الفريق بتاع بلده. فهو شايفك طالع عمل احتفالات ان انت مكاسبك من البطوله دي ان انت خدت التيشيرت بتاع لعيب في الفريق بتاع بلده. شايف القنوات كلها بتتكلم على ازاي شرفتوا مصر. طيب حط نفسك مكانه. فلما بيتكلموا ان فريق تالت المجموعه ولما قابل فريق من عندي اتعادل معرفش يكسبه وخرج من دور المجموعات، وهم شايفين ان ده كده شرف الكره المصريه، طبيعي هيطلع يتريق عليك. طبيعي هيطلع يتريق عليك. يعني انا مش فاهم. انا ما اعرفش، احنا عندنا ارجنس وعندنا ايجو بقى عالي قوي في مصر، ان انت شايف ان المفروض ما تعملش اي انجازات، تهزق من نفسك، تقلل من نفسك، والناس تطلع تتكلم على قد ايه انت عظيم. فهو الراجل السعودي ده هيقعد يتفرج على الماتشات العسكريه، وكل اعلاميين مصر وهم طالعين بيقولوا عاش رجاله الزمالك. هي دي الكره المصريه، هي دي الكره المصريه، ان انت طالع تالت مجموعه ودور مجموعات، ايوه شرفونا. هيطلع يتريق عليك، انت متضايق من ايه؟ ما طبيعي هيشوف ده يقول لك دي ناس مهزأه. يعني انا اسف والله الالفاظ بقى، هيشوفك هيقول دي ناس مهزأه. اقول لك يا باشا دي دوله مهزأه واعلام مهزأ طالع بيقول ان فريق خرج من دور المجموعات شرفهم. فانت سايب كل ده ومتضايق ان الراجل قال لك الكره السعوديه اقوى. طب ما هي كده تبقى اقوى. انت متخيل الاعلام السعودي كان هيعمل ايه لو ما كانش فريق سعودي هو اللي كسب البطوله العربيه؟ انت مثلا تعال نفترض ان الوداد كان وصل للفاينل ولعب النصر والوداد كسب النصر، اقسم بالله الاعلام السعودي كان هينتقد الفريق، كان هينتقد نادي النصر، ما كانش حتى هيطلع يقول شرفتونا وصلتوا للنهائي. فهو راجل شايف ان انت اقصى طموحاتك ان انا ما اتغلبش من الفريق بتاع بلده وان انا اعمل اداء مشرف. طب انت متضايق من ايه؟ طب ما ده معناه ان انت الكوره عندك واقعه اهو، ما ده معناه ان انت الفرق بتاعتك مهزأه. هنا بقى ما تقوليش لا ما هو اتكلم على الاهلي والزمالك، لا انت عارف انه كان قصده مش هيتك على بعض. انت عارف هو بيتكلم مع النادي اللي على طول مهزقنا، لان هو في النص قاعد يقول جمل وانا بحترم الاهلي وانا اهلاوي، بس هو ما كانش ينفع يجيبها صراحه
ان يقول لك انا بتكلم على لا، لان هو في الاول وفي الاخر انت لما بتقيم الكره المصريه، وهو ما فيش نادي برضه هيعلي من الكره لوحدها. فهو الراجل نفسه قال لك انا اهلاوي وانا بحب الاهلي، بس انا بتكلم على الكره المصريه. ايوه انا ماليش دعوه بالاهلي دلوقتي، انت الفرقه اللي انت بعتها لي خارجين حصاله متضايقين زعلانين، لا ده بيحتفلوا، لا دي صفحات الزمالك منزله صوره كابتن فريقهم وهو واخد تيشيرت لعيب من عندي. والان التاريخ يكتب. تاريخ يكتب ايه يا مهزأ؟ انت خارج حصاله. والله العظيم انتوا اللي بتجيبوا لنا الكلام، وتخلي واحد خليجي يقعد يتكلم علينا بالقدعاره بتاعت الخلايجه والعنطزه ده. ما هو بسببك، بسببك. انت عايز الراجل يطلع يقول ايه لما وصل بيك الحال؟ انا هفضل اعيد نفس الجمله. وصل بيك الحال ان انت بتقول اداء مشرف وشرفتوا البلد، شرفتوا البلد عشان طلعتوا ثالث مجموعه في بطوله عربيه وما اتغلبتوش من الفريق اللي فيه رونالدو. انت مش هيطلع، ما هيطلع تاني عليك يا باشا. عارف بالظبط زي ايه؟ زي احنا مثلا لما بنقعد نتفرج على جمهور الوداد والرجاء وهما بيعايروا بعض بينا. ده انت الاهلي اللي شايلك ما اعرفش ايه، لا ده انت الاهلي بيشيلك ايه. طب انا الاهلي هنا لما بلعبه في المغرب ما اعرفش بيعمل ايه، لا ما هو جالك وعمل فيك ايه. انت بتقعد تعمل ايه؟ بتقعد تتريق عليهم هما الاثنين. ايه الاحساس اللي بيجي لك ايه ساعتها؟ اللي هو يا لهوي بص انا كبير ازاي، دي الناس في الدوله الثانيه بيعايروا بعض بيا. فبمنتهى البساطه هو ده نفس الاحساس اللي جه الراجل. بص انا كبير ازاي، اعلام الدوله بتاعتهم، اعلام جمهوريه مصر العربيه بيقول للعيبه بتاعت الفريق المصري برافو ان انت ما اتغلبتش من المصري السعودي، برافو عليك، برافو عليك ان انت خرجت ثالث مجموعه. عايز الراجل يعمل ايه؟ هيطلع يتريق عليك اهو. بس بمنتهى البساطه يعني. فطبعا ما حدش بيتكلم في الموضوع ده ليه؟ عشان ما ينفعش نخبط في الزمالك، فانت فاهم بقى. فهو ياخدك في حته ايه؟ تاريخيا الديربي المصري. ما انا ماليش دعوه تاريخيا. لا اصل انت عارف ان احنا مفيش مشاهدات عندنا عشان الجمهور كتير ما بيخشش. هو يفضل ياخدك في حاجات تانية عشان ما يتكلمش في الحقيقه. ان الراجل فتح التلفزيون لقاك مهزأ بتحتفل بلعيبه طالعه ثالث المجموعه، فقال لك يا لهوي بص الكوره في مصر وقعت ازاي. ده فرحانين ان هم ما اتغلبوش من الفريق بتاعه، وفرحانين قوي بالتعادل اللي هو حتى ما فادهمش وخرجوا حصان بس. وانت بقى بتتكلم على مشاهده الديربي المصري. هو انت فاكر الناس في المغرب بيجيبوا ماتشات الاهلي والزمالك؟ وجزء كبير منها مش انا الزمالك، مش عشان انا اهلاوي، لا جزء كبير منها الزمالك. ماتش 3-0 ده كان فيه متعه كرويه، ماتش 4-1 كان فيه متعه كرويه. قول لي طيب يا صديقي، ما بيني وما بينك احنا الاهلاويه بنبقى قاعدين في الماتش ده اللي هو يا لهوي، بتبقى قاعد عايز تقول للزمالك يا عم العب كوره يا عم، ايه الماتش الممل ده؟ ماتش 3-0 ده لو تفتكروا ماتش ممل جدا. ماتش 4-1 ها انت ضيعت فرص وبتاع، بس انت لوحدك اللي بتلعب. فانت بناء على ايه تاني؟ الارجنس والايجو اللي عندك ان انت شايف ان في حد مغربي هيجيب ماتش الاهلي والزمالك، ان في حد خليجي هيجيب ماتش الاهلي والزمالك. في حين بقى انا مثلا واحد من الناس انا بتفرج على ماتشات الوداد والرجاء. انت عايز تتكلم بقى بالحق، انا بتفرج على ماتشات الوداد والرجاء. كلنا هنقعد زي السنه دي بنجيب ماتشات الدوري السعودي. انت هتقعد تتفرج على ماتش الهلال والنصر، وهتقعد تتفرج على ماتشات اتحاد جده، هتقعد تتفرج على ماتشات اهلي جده. فانت خليك صريح مع نفسك. هل انت قول لا والله على فكره الراجل ده بيحور انا مش هتفرج على ماتشات الدوري السعودي اجيبها ليه؟ لا والله العظيم هتشوف ماتشات الهلال قصاد النصر في الدوري، هتشوف ماتشات الاتحاد قدام الاهلي، هتشوف اتحاد جده قدام النصر، الاهلي قدام الهلال. انت بالميت في 5-6 ماتشات في الدوري السعودي انت كمصري هتقعد تشوفه، ما تضحكش على نفسك. حتى لو هنفترض ان هم بيشوفوا ماتشات الاهلي والزمالك، بيشوف عندك ماتشين في السنه. ده لو هنفترض ان هو ماتش 3-0 ده يعني الخليجي كان قاعد بيتكلم الله على المتعه الكرويه، وماتش 4-1 كان قاعد بيقول الله على السكسي فوتبول اللي انا بشوفها. هيشوف ماتشين. لكن انا بقول لك انت عنده في الدوري السعودي انت في مينيمم 6 ماتشات هتشوفها، ده في الدوري. لو قابلوا بعض في الكاس مثلا النصر والهلال هتشوفه ادي السابع، لو الهلال قابل الاتحاد ادي الثامن. انت بالميت في 10 ماتشات عنده هتشوف. انا كواحد من الناس انا هشوفهم. سيبك يا عم انا مش بتكلم على لسان حد، خلاص هكلمك على نفسي. انا في 10 ماتشات مينيمم في الدوري السعودي سواء بقى ما بين دوري وما بين كاس انا هشوفها. انا لو النصر بيلاعب فريق في الشامبيونز ليج بتاع اسيا في وقت انا فاضي فيه هجيب الماتش هتفرج عليه. فتضحكش على نفسك. هل هو مثلا بيجيب بقى كان بيتفرج على ماتشات الزمالك وشباب بلوزداد؟ هخرج لك حتى من الدوري هكلمك في ماتشات الشامبيونز ليج. هل في حد خليجي هيجيب ماتش الزمالك وشباب بلوزداد؟ هل في حد جاب ماتشك انت والهلال؟ عشان ما بقاش بتكلم على الزمالك بس وابقى راجل منافق، لا هتكلم على نفسي. هل حد خليجي هيجيب ماتش الاهلي والهلال؟
مثلا في الشامبيونز ليج بتاع افريقيا ممكن يجيب الفاينل بتاع افريقيا يفرق. فهذه الحقيقه. وتاني ارجع اقول لك تاني، لو انت شايف ان كل الكلام اللي انا بقوله غلط يبقى صح، برافو عليك. خلي عندك بقى الكرامه وعزه النفس دي، وما تهزقش نفسك، والراجل يلاقيك ان انت بتحتفل بفريق خارج ثالث المجموعه، وشايف ان انت عملت انتصار، ان انت ما اتغلبتش من النادي بتاع بلده. والاعلام المصري كله عاش يا ابطال، الله يا زمالك شرفتونا، شرفتوا الكره المصريه. لو شرف الكره المصريه ان انت تبقى ثالث المجموعه، استحمل الشتيمه وقله القيمه من اي حد. بس ده ملخص الموضوع، ودي النقطه اللي انا بقى لي 4 ايام مستني حد يتكلم فيها. انا ما بقتش عارف الناس بتستهبل ولا الناس بتعدي عليها الحاجات دي. كل اللي بيرفعوا الشعارات، وببقى عايز اقول له طب انت فين؟ طيب يعني الشعارات الوطنيه بتاعتك اللي انت بتقولها دلوقتي دي كانت فين وانت فريق خارج ثالث مجموعه بتقول ايوه هي دي الكره المصريه، برافو شرفتونا؟ يعني انا برضو مش فاهم انت عايز الراجل يعمل ايه. تخيل انت مثلا فريق مغربي جه لعب مثلا كان معاك في المجموعه في افريقيا، الوداد مثلا معاك في المجموعه في افريقيا، حلو، والوداد طلع ثالث المجموعه وانت كسبته في المجموعه رايح جاي، ولقيت الاعلام المغربي كله بيتكلم على عشر رجاله الوداد، خير من يمثل الكره المغربيه، هتقعد تتريق عليهم. اول حاجه هتيجي في بالك ايه؟ يا انتوا الكره المغربيه بقيتوا مهزئين قوي للدرجه دي ان انت بتحتفل بالفريق اللي طلع الرابع، ان انت بتقول لهم عاش عشان ما عرفش يكسبني لما قابلني. بس هي دي نفس الفكره. فانا مش فاهم انت يعني تاني ما تهزقش نفسك وترجع تتضايق. حاجه تانية عايز اتكلم فيها، انتقال محمد شريف، ودي حاجه احنا كنا يعني بقالنا اسبوع كلنا متوقعينها. انا هتكلم على حاجتين فيها. محمد شريف هو حب يخرج عن طريق النادي الاهلي، ودي حاجه تحسب له، ما استناش لما عقده يخلص ويطلع فري، ودي حاجه تحسب له. محمد شريف بني ادم طيب فنيا. انا كان عندي مشاكل مع محمد شريف اللي افتكر كانت مع اغلب الناس كلها موجوده يعني. كفنيا عندنا طبعا عمل مواسم حلوه، طبعا عمل مواسم حلوه، احنا مش جاحدين ومش بنلغي تاريخ لعيب، ومش زي جماهير تانية اول ما بنقلب على اللعيب اللي هو يلا انت عمرك يا ما عرفت تلعب كوره، يلا ده احنا كنا بننفخك على الفاضي. لا طبعا، لا طبعا. محمد شريف جه وقت كان متالق، طبعا وقت كان متالق، جه وقت كسب لك ماتشات، طبعا كسب لك ماتشات. تاني هفضل اقولها، احنا عمرنا ما بنلغي تاريخ لعيبه. يعني حتى لما بتيجي نتكلم على عبد الله السعيد او احمد فتحي او حسام عاشور، تاريخ اللعيبه دي كلها محفوظ. سيبك من ده، مصطفى يونس، هنقول لك على ان مصطفى يونس لا من المدافعين التقال اللي جم في تاريخ الاهلي. مجدي عبد الغني هنقول لك من احسن لعيبه خط الوسط اللي جم في تاريخ مصر. فاحنا ما بنلغيش تاريخ حد على اي مشاكل تانية. فعندنا مشاكل فنيه كانت موجوده مع شريف طبعا، لكن ده ما بيلغيش حاجات كويسه هو عملها. وزي ما بقول لك هو ما رضاش يستنى ما عقده يبقى فري، هو حب يخرج عن طريق النادي الاهلي. المشجع الزملكاوي يا عيني هو عايز يحس انه عمل حاجه، فهو بيقنع نفسه ان ده كوبري عشان هيرجع لنا. عايز بس اقول لك على حاجه، هو من امتى لعيبه الاهلي كانت بتبقى محتاجه كوبري؟ بمعنى ايه؟ امتى في لعيب كان عايز يمشي من الاهلي واحنا هددناه او قعدناه بالعافيه او بعناه لحد تاني عشان ما يروحش؟ هتقول لي مثلا عبد الله السعيد، اقول لك ثانيه واحده، عبد الله السعيد ما كانش كوبري. عبد الله السعيد ما احنا عرفنا انه مضى للزمالك. هو احنا عبد الله السعيد لما طلعناه ولا جمدناه كان عشان مش عايزينه يمشي؟ لا، احنا ربناه وبعد كده مشيناه. رمضان صبحي اتقال له ايه؟ اتقال له ساعه وترد عليه. هل مثلا واحد زي رمضان صبحي اضطر يعمل كوبري او بتاع؟ لا يا باشا. هل حسام عاشور اضطر يعمل كوبري؟ هل احمد فتحي اضطر يعمل كوبري؟ فمن امتى الاهلي بيبقى مرعوب قوي من ان لعيب يسيبه؟ يعني مش عايز افضل ارجع بالذاكره ورا واقول لك عصام الحضري واقول لك حسام حسن واقول لك ابراهيم حسن، ما اعتقدش محمد شريف اتقل من الاسماء دي يعني. فمن امتى الاهلي بتبقى لعيبته محتاجه كوبري عشان تعرف تنتقل للزمالك؟ ابراهيم سعيد لما رمينا ابراهيم سعيد، لا الواد ده مش نافع، خد يا ابني انت بتحب القرف ده، واديناهولك بمشاكله بخناقاته. طبعا انا هنا ما بتكلمش فنيا، عادي جدا. حسام ابراهيم لما بدا يحصل مشاكل ومع ثابت البطل وبتاع، مين النادي اللي ما عندوش مشكله وبياخد البقايا بتاعتنا؟ خد يا زمالك اهو. عصام الحضري لما رجع وعيط عايز يخش، لا 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 روح العب في الزمالك، هم بيحبوا الاشكال دي، بعتناهولك. فلاعيبتنا ما بتحتاجش كوبري عشان نادينا ما بيقعدش حد بالعافيه. فمحمد شريف لو عايز يروح الزمالك، ولو كان جاله عرض هنقول يروح الزمالك عادي جدا. ده في مشجعين كتير هيقول لك يعني والله مش بنتريق على حد، بس ده ممكن مشجع يقول لك بيسقط اسلحه فاسده داخله وبركه روح. زي انا واحد من الناس بقالي اسبوعين وانا بتكلم على احمد عبد القادر والزمالك وبتاع، خده والله العظيم خده يا ابني، كوبري ايه يا ابني؟ خد احمد عبد القادر،
اجيبهولك انا، فاهم؟ هجيبها لك بشنطه هدومها، والله خدها يا ابني. فلو انت بتتكلم هفترض معاك ان الشيف كوبري، وشيف لا كوبري ولا حاجه طبعا، لان انا بقول لك هو كان عنده، كان ممكن يمشي فري، وكان ممكن يعمل كذا حاجه وكذا ثغره في العقد بتاعه، بس الراجل طلع عن طريقك عشان انت تكسب منه ماديا. فمحمد شريف مش كوبري. بس تاني هرجع واقولها لك، لعيبه الاهلي مش بتحتاج كوبري. اللعيب اللي بيجي بيقول عايز امشي، بنقول له اتفضل مع السلامه. عايز تروح الزمالك روح، عايز تروح بيراميدز روح، وارجع تاريخيا. ارجع تاريخيا. مش هقول لك ان انا كسبت من غيرهم، هقول لك انت عملت ايه بلعيبتي اللي راحت عندك. فانا بالنسبه لي اصلا كاهلي ببقى مش خايف يعني مش خايف من حاجه. ما عنديش يعني، لا ببقى خايف ان انا اخسر نجم لحسن ما اكسبش، ولا ببقى خايف ان انا اديك نجم عشان تكسب. يا باشا انت في حالتك دي انت محتاج معجزه اصلا. هو انت في حالتك دي انا هبقى خايف اديك محمد شريف لحسن هو اللي يكسبك؟ يا ابني يكسبك مين يا ابني؟ مين هيخدم على محمد شريف يا ايه؟ خايف لا رؤى ودونجا والسيسي يعملوا جبهه ناريه في صناعه الالعاب مع محمد شريف؟ يا صباح الفل. فاساسا ما حدش محتاج كوبري. بس هو يعني هم الزمالكاويه دلوقتي عايز تعمل يحسسك انه حويط، يعني هنعمل كوبري ونجيب محمد شريف، واوعوا تفتكروا ان حركه امام عاشور عدت. وبعدين ثانيه واحده، لو هنتكلم كدي قصاد دي، محمد شريف كان نجم الفريق في الاهلي؟ لا. هو ده مش تقليلا، هو مش كل اللعيبه لازم تبقى نجوم الفريق. محمد شريف ما كانش نجم الفريق الاوحد، لكن في فتره امام عاشور هو كان مين اللي شايل الزمالك؟ امام عاشور وزيزو بس. لو انت بتتفرج على كوره اول امبارح وعايز تحط الونش، عشان انا دايما ايه بلاقي يقول لك امام عاشور وزيزو والونش، انا عمري ما اقتنعت بالونش ده، بس تمام امشي معاك ان تالتهم كان الونش. فانت امام عاشور كان نجم الفريق، فحتى لو هتمشي ما تقارنش دي انت خدت على قفاك في صفقه امام عاشور وخلصت. خدت على قفاك وخلصت، وانا كمحمود انا خدت على قفايا فيها، عشان انا مش منافق ما بغيرش كلامي. انا عمري ما هبقى مبسوط بالصفقه دي بعد اللي امام عمله. هتقول لي بقى اللي بره واللي جوه، هقول لك ما عبد القادر جوه وبيعمل ايه، هنفتح فتحه ثانيه خالص. فخلينا ساكتين وايه في صفقه امام عاشور دي، بلاش تقيد يعني، بلاش تبقى كياد مع الخصم فيها عشان هتفتح عليك فتحه وحشه. عشان اول ما تقول له جمله لا ما انا اللي بره ماليش دعوه بس اللي جوه بربي، رمضان صبحي كان جوه، حسام عاشور اللي عمل فيديو شتم فيك كان جوه، عبد القادر اهو جوه ومش عارف تلمه. فالنبي فسيبك من ده. بس هكلمك في حته ان في الاول وفي الاخر انت خدت على قفاك في الصفقه دي. حتى لو هنفترض محمد شريف كوبري، اكيد ده مش ايكويفالنت لصفقه امام عاشور. بس دي الحاجتين اللي انا كنت عايز اتكلم فيها. انا بس معلش لو ما بطلعش يعني لايف كتير الفترة اللي فاتت، بس عشان في ضغط شغل فبكتب بوستات وخلاص. فهتلاقوني ايه ممكن حاجات اتكلم فيها متأخر، لان زي ما انتم عارفين انا بتعامل معاكم ان احنا بندردش. فما عنديش حتة ان الترند موجود دلوقتي الحق يطلع يتكلم فيها عشان الناس تشوفك. يا عم ما عنديش مشكلة ان اطلع دردش معاكم في الحاجة بعدها باسبوعين يعني. فبس عشان ما اطولش عليكم وتصبحوا على خير.